هنيجي بقى للفيزياء اللي ناس كتيره خالص اشتكت منها السنه دي، واحب اقول لكم فجاه، هي للاسف الفيزياء مش بس بيشتكوا منها السنه دي. يعني انا نفسي من قبل ما اخش امتحان الفيزياء بتاعي وبنسمع بقى عن فيزياء 2016، فيزياء 2000 مش عارف ايه، فيزياء كذا، المساله الفلانيه، مساله كذا، شوف مساله كيرشوف مش عارف ايه. كل سنه بيبقى دايما في الفيزياء في امتحان ثانويه عامه افتكاسه وسؤال غريب وسؤال صعب بيوقع تقريبا نص الطلبه. ده طبيعي جدا في ثانويه عامه. اللي مش طبيعي في الفيزياء بتاعت السنه دي ان الامتحان نفسه بقى نظام الاسئله فيه محتاج وقت اكتر من الطالب ان هو يقدر يحل. يعني مثلا احنا المساله عندنا كانت درجتها بتبقى 3 4 درجات المساله الواحده، بتاع يحط خطوات وقوانين وبتطلع ناتج. فبالتالي كان 4 درجات مثلا من 60 في مساله واحده. دلوقتي المساله بقى المطالب بيها الطالب بعد ما يعمل كل الخطوات دي مطالب بس بالناتج ويبقى موجود عنده في اختياري. ولو غلط في عمليه جمع او عمليه طرح او حتى على الاله نسي صفر او كده، المساله هتتلخبط منه تماما. فبالتالي بدل ما كان المساله الواحده ب4 درجات بقيت بدرجه او بدرجتين، مع ان هي كمان بقيت كتير قوي، بقيت نقطه واحده بس من 50 نقطه. فالوقت نفسه قل. الوقت نفسه قل. لما انت بتقعد في مساله مثلا 5 دقائق عشان تطلع ناتج وتاخد عليها 4 درجات، بتقعد نفس ال5 دقائق علشان تاخد عليها درجه او درجتين. فبالتالي الفيزياء محتاجه منك من اول السنه انك تحل كتير وتحل اسرع. يعني تتعود نفسك انك لا، المساله دي انا خدت فيها مثلا 3 دقائق، لا المره الجايه هاخد فيها دقيقتين، المره الجايه هاخد فيها دقيقه. لان ده هو اللي هيسعفك في امتحان ثانويه عامه في الفيزياء. الامتحان الطلبه اغلبهم طلعوا لا احنا ما لحقناش نراجع، في اسئله كروتناها ما لحقنا، البابل شيت يا دوب نقلناه في الوقت في الاخر خالص. فعلشان تقدر انك تكون مظبط نفسك كويس قوي في الفيزياء لازم تتعود على سرعه الاجابه والدقه في المسائل بالذات، لان اغلبهم مسائل، اغلبهم محتاجه سرعه في الاجابه. فلازم من الاول تدور على مدرس يساعدك في الحل، يحل معاك كتير، يدي لك مسائل واجب كتير وحل كتير قوي في الفيزياء، علشان تقدر زي ما قلت تتعود على انك تبقى في الامتحان هادي، تحل بسرعه، تحل بتركيز من غير ما تغلط، تجيب المساله في دقيقه او دقيقه ونص وتقلب، علشان عندك 50 مساله. وال 50 مساله دول في منهم مسائل هم حاطين وقتها دقيقتين، ومسائل تانية حاطين وقتها ربع ساعه. لان في مساله زي ما قلت لك هتيجي دايما افتكاسه، انت هتبقى بالنسبه لك مساله ما خدتهاش قبل كده، فكرتها جديده، الشكل بتاعها جديد قوي. في مسائل هتبقى من النوعيه دي. فانت عود نفسك ان المسائل الطبيعيه خالص زي قانون كيرشوف في الكهربيه، زي مسائل القوانين بتاعت الباب الثاني والثالث، عود نفسك تحلهم بسرعه، تحلهم باسلوب فعال واسلوب صح انك توصل للناتج بتاعك بسرعه، علشان تقدر انك تركز في المسائل الثقيله بعد كده.